السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة العصر شركة وي والراوتر والكلام ده. طيب بصوا، انا اكتشفت حاجة حبيت ان انا اقولها لكم علشان الناس اللي بتعاني من ان النت مفيش نت دايما. هو فيديو قصير جدا بس فيه معلومة مهمة. دلوقتي نفترض ان انتي لقيتي مثلا العلامتين دول ما بيبقوش موجودين، اللي في النص واللي جنبها. طيب ده مشكلته ايه؟ مشكلته حضرتك يبقى في مشكلة عندك في التليفون نفسه، التليفون الارضي. طيب هنعمل ايه يا نهى لو لقينا الاتنين دول مش بيشتغلوا؟ على طول تقومي متصلة على رقم التليفون الارضي تبعك من الموبايل. انت حافظه رقم التليفون الارضي تبعك، تقومي متصله. اول ما تتصلي هتلاقي الاتنين دول، العلامتين دول جم. تمام، يبقى انت كده تضمني ان طبعا اول باول باستمرار اول ما تلاقي الاتنين دول مختفيين تعملي اتصالات من رقم موبايلك على رقم التليفون الارضي وتفضلي تكملي لحد الاخر. ادي كذا جرس، يعني رني مره واثنين وثلاثه وعشرة، مفيش مشكله، بحيث كده ان انت بتفعلي الخط الارضي. فبالتالي بيحصل ايه؟ بيحصل ان طبعا العلامتين دول بيجولك وبيرجعوا لك. الطريقه دي انا جربتها مش مره واحده، انا جربتها كام مره. تمام، عشان الناس اللي بتقول دايما في مشكله عندي في الراوتر. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، الراوتر ما يتفصلش خالص، حتى لو الكهرباء بتيجي على فجاه وبتتقطع اوعي تفصلي الراوتر. الراوتر ما يتفصلش. لما انت بتبقي مش موجوده في البيت وبتفصلي الراوتر، طبعا بيحصل ايه؟ بيحصل ان السيستم عندك بيقع. فبالتالي بيحصل ايه؟ شركه وي فبتلغيكي تماما، بتتلاشاكي تماما. اللي هو معناه ايه؟ ان هي خلاص لو في مشكله او لو ما فيش متابعه منك، فطبعا تقول لك هي كده كده النت موجوده عندها، فهم مش هيتصلوا ومش هيتابعوا. عشان كده النت دايما الكوبش ده، الفيشه دايما او الكوبس دايما ما يتشالش خالص من الراوتر. الراوتر شغال معاكي 24 ساعه يوميا. حتى لو رحتي مشوار، صيفتي، رحتي تشتغلي، رحتي قعدتي عند اهلك، برضو لازم الفيشه تبقى موجوده. يبقى احنا كده قلنا الطريقتين اللي طبعا بيهم النت هيكون متوفر. يبقى تاني يعني المعلومه، الزرارين اللي في النص دول تركزي معاهم كويس جدا. لو في مشكله فيهم تتصلي على خط التليفون الارضي باستمرار وبصفه مستمره. يعني انت حتى لو مش موجوده في البيت اعملي كده مكالمتين، كده 3 مكالمات، بحيث ان انت بتفعلي الخط تبعك. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك حلوه منكم وتعليق جميل. والله يا جماعه انا غرضي ان انا اقدم لكم وصفات حقيقيه ومشاكل بنعاصرها في حياتنا، وان انا بقدم لكم تجربه انا مريت بيها وحاجات نجحت معايا. ما تنسوش تدعمونا بلايك حلو فضلا وليس امرا، وتعملوا تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.